أسعد الله مساكم بكل خير. نصطحبكم في رأي الجماهير ضمن الجولة الثالثة لبطولة غرب آسيا لكرة الطائرة. فشابة يا جمهور. البطولة جميلة، تنظيم جميل، البطولة جماهيرية ما شاء الله، وأتمنى الفرق المشاركة تقدم أفضل ما لديها. مستوى البطولة مستوى كبير وتنافس قوي، وإن شاء الله نتمنى الممثلي السلطنة توفيق في هذه البطولة. والله بطولة جميلة، ونتمنى مثل هذه البطولات تتكرر دائما في السلطنة. بالنسبة للقادسية وبني ياس، الفريقين تقريبا نفس المستوى، مباراة جميلة بين الفريقين، بس أتوقع أن القادسية راح يحسم المباراة، كون الفريق القادسية أكثر تنظيم ومحترفين، واللاعبين المحليين أكثر تميز من لاعبين الفريق الثاني اللي هو بني ياس. البطولة طيبة الحمد لله رب العالمين، يعني الشباب ما قصروا، أداء طيب. بطولة طيبة وتنظيم طيب. نشكر الاتحاد العماني ونادي السحار على استضافة هذه البطولة. نتمنى إن شاء الله من نادي السحار في البطولات السابقة، البطولات القادمة إن شاء الله يطور مستوى الفريق ويرفع من الأداء ويحفز الفريق بلاعبين ومحترفين أجانب، وبالتوفيق إن شاء الله للفرق المشاركة. والبطولة توقعها من بين الريان والعربي القطري. صراحة تنظيم مميز للأمانة يعني. وطبعا نحتاج احنا في السلطنة تنظيم مثل هذه البطولات، أيا كانت محلية أو عالمية. أمانة يعني تنظيم وايد مميز. العربي تروح ان شاء الله باذن الله، لان بدايه الشوط بدايه المباراه كانت مباراه قويه وحماس صراحه، من بدايه الدوري في نظري انا كاول مباراه اعتبرها يعني قويه بالنسبه لي، يعني مباراه قويه فيها كروت، فيها حماس، نوع من الحماس يعني، وان شاء الله للعربي رايح فوق. جزاكم الله خير اولا على التغطيه الطيبه. والله بطوله طيبه تضم مجموعه من الفرق يعني ذات مستويات متميزه وتجمع طيب يعني. بطوله بالصراحه بطوله ناجحه وطيبه وامورها طيبه وفرق من احسن الفرق، واتمنى دوم ان اسحار تستضيف بطولات في الولايه. بس عندي عتب بسيط على الاتحاد الكره العماني بخصوص ارضيه الملعب، تحتاج مثل ما تقول فرشه تحت الارضيه، نفس الشيء عمال النظافه هذا اللي يمسحون الارضيه تحت، هذا انتقاد. يعني احنا نستضيف انديه خليجيه وعربيه، يفترض هذا الشيء يكون موجود يعني ومتوفر علشان تنجح البطوله بتكون بشكل احسن. والله البطولة جميلة وتنظيم ممتاز للبطولة، إن شاء الله نطمح للمزيد. مستوى أكيد قوي يعني، مثل العربي والريان، هذه فرق يعني قارع فرق آسيا، يعني أكيد مستواهم عالي طبعا. انت يا العزيز، انت يا شمعة منا، وجيت عرباوي البطل انت نادينا. والله دائما الانديه القطريه يعني تكون جاهزه ومتميزه بمثل هذه البطولات، ودائما هي تحقق الالقاب. مباراه طيبه صراحه بين العربي القطري وبين الكويت. أيوة إن شاء الله بيفوزوا، يمكن هذا الشوط بيكون زين، ما مشكلة يعني إذا الكويت بيفوزوا إن شاء الله أمور طيبة، بس اللعب بيكون أحسن. والله مستويات متقاربة، ما أعرف يعني، ما صعب التوقع فيها. والله العربي فارق كبير، فنيات كبيرة، سناتر، أطراف كبيرة يعني. وش أقول لك، فارق كبير يعني بين العربي والهذا. والله المستوى أشوف أنا مرتفع يوم بعد يوم، خاصة مشاركة نخبة من الفرق الخليجية مثل نادي الأهلي البحريني، تلك يعني نخبة من اللعيب في لعيبة منتخب البحريني، وأتوقع بيوصل يعني مستويات عالية في البطولة إن شاء الله. والله شباب الأهلي اللي أقرب للفوز إن شاء الله. منتهية 3-0 الأهلي. بيحسمها الاهلي البحريني.
هاي المباراة للأمانة، يعني فارق مستوى وإمكانيات لاعبين. الأهلي إن شاء الله 3-0. نظام البطولة راح يخدمهم 4 فرق راح تصعد، ونتمنى التوفيق للفرق يعني تسيب فريق يمثلنا وسحار كذلك يمثلنا، ونتمنى التوفيق نحن.